بصي يا ستي، بما ان صوابعك مش زي بعضيها يعني طبيعي انك تلاقي اراء مختلفة عن رأيك. احنا فتحنا مواضيع كتير وشفناها من وجهة نظر 4 بنات مختلفين عن بعض. كل مرة هنبقى عايزين نعرف انتي مع مين فيهم، ولا ليكي رأي خامس. تعالوا نتعرف عليهم. عصمت، باكينام، ميري، هبة، ملحوظة. ده جزء صغير من برنامج كبير، وما تدوريش على الرأي النموذجي هنا. امبارح قامت خناقه الرب السما في بيت عمي. ليه خير؟ اصل بنت عمي جالها عريس. الله مبروك. طب وايه اللي سبب خناقه في كده؟ عشان بنت عمي الكبيره لسه ما اتجوزتش. يوه، هو الناس دي ما بتتعلمش؟ شافوا افلام قد كده عن الموضوع ده وبرضه ما بيتعلموش. طب طالما هي موافقة ليه عمك قافش على الموضوع؟ عشان لازم الكبيره تتجوز الاول. امال ليه؟ اوكي، وهي ما اتجوزتش ليه؟ اصلها يعني مش حلوه قوي يعني. شكلها وحش؟ لا عاديه، مش وحشه قوي يعني انا احلى منها بشويه. بس المشكله ان اختها الصغيره دي حلوه قوي قمر، بس يعني دمها يلطش وايه سم. طب والكبيرة؟ لا الكبيرة دي سكرة، دي يعني تتحط على الجرح يطيب، دي كمان ايه ب100 راجل. هبة، قلتلك ما بحبش التعبير ده. خلاص يا ستي ما تزعليش نفسك، بس هي جدعة ولذيذة وحملة قاسية وبتشتغل شغلانة ايه بتاخد مرتب قد كده. اهو ده عيبه بقى، خلي العريس يشربها الصغيرة دي. الكبيرة مش جميلة بس شخصيتها حلوة فما بتتجوزش؟ بالظبط كده. بجد ده حرام. ياما في بنات زي الفل لكن مش جمال، علشان كده ما بيتجوزوش. يا جماعه الجمال ده مش كل حاجه على فكره. انت بتقولي ان احنا المشكلة في الولاد اللي ما عندهمش نظر. ما هو مهما نتجوز واحدة جميلة هيفضل في اللي احلى منها برضه، هيغير هو العروسة كل 3 سنين. تلاجة هي. بنت عمي الكبيرة صعبانة عليا جدا، مش عارفة تلاقيها منين ولا منين يا حبة عيني، من بختها الوحش ولا من اختها اللي قاعدة تقطم فيها وتلقح بالكلام كل شوية. حاجة تقرف، ما تخلي عندها دم اختها التانية دي. متسربعة على ايه؟ هو الجواز املة يعني؟ لا يا اختي، وانتي الصادقة العريس هو اللي امله، ابوه صاحب مصانع قماش كده ومتريش. I have an idea. يعني عندها فكره. قولي يا فالحة. ليه ما تعملش عملية تجميل؟ صدقني انا شكلي هعمل لك عمليه لخبط لك فيها وشك يا باكي. تعمل عمليه تجميل عشان تتجوز؟ Why not؟ هو عيب ولا حرام؟ لا بس انا ما غيرش شكلي عشان اتجوز او عشان الناس تحبني. ما هي عصمت برضك اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، دي البت فكرت 100 مرة يا حبة عيني في الموضوع ده. تبقى عبيطه لو عملت كده. غلط اصلا الناس تقيمها على اساس شكلها، المفروض تبقى واثقه من نفسها، واللي مش عاجبه يشرب من البحر.